في بوست حطته الأستاذة نهاد أبو القمصان على صفحتها وعجبني جدا، هعرضه لكم وتعالوا نتكلم تاني. هي بتقولي ان مفيش نجاح بالصدفة، وان قد ايه النجاح متعب لكن ممتع وبيزغزغ القلب. انا حتى كتبت كومنت ان قد ايه النجاح ممتع وبيوصل لمرحلة الإدمان، إنك لما بتنجح فعلا بتبقى مبسوط جدا، بتحس الدوبامين ضرب في مخك وبتبقى يعني مستمتع، إنك عايز تحس بنفس إحساس النجاح وبنفس إحساس الفرحة ده تاني، فبتفضل مستمر إنك تشتغل على نفسك أكتر عشان توصل للنجاح ولمراحل أعلى. فأنا مبسوطة جدا بالكلام ده، بلس ان فعلا هي كلامها صح جدا، وان الناس علشان تنجح لازم في حاجة اسمها ده سكسس فورمولا او فورمة النجاح. فورمة النجاح دي في خطوات. انا مش بتكلم عن الناس اللي مقتنعة بالحظ او ان هي بتقول النجاح ده عبارة عن حظ. لو كل واحد فينا اقتنع ان النجاح عبارة عن حظ فهو بيضيع على نفسه فرص كتير جدا. ده غير ان بيقول فلان نجح عن طريق الحظ او فلانة نجحت عن طريق الحظ، فهو مش بيظلم الناس دي، هو بيظلم نفسه. فخليك بقى قاعد محلك سر لو انت مقتنع بالحظ ومش هتعمل اي خطوة في حياتك ومستني الحظ يجيلك. لكن انا بتكلم عن الناس فعلا ان عايزة تعمل مجهود وعايزة تقوم وعايزة تتحرك، فلازم ان هي تقتنع ان في حاجة اسمها سكسس فورمولا، ده رقم واحد، وقبليها في 5 حاجات نغيرهم ونبتدي في السكسس فورمولا. ايه هما ال5 حاجات دول؟ 1 2 3 4 5. ويلا بينا اعرض لكم السكسس فورمولا. النهاردة هنتكلم عن جفت كده، هدية. What's the meaning of power؟ يعني ايه معنى القوة؟ القوة انك تبقى عندك الويل باور ان انت تنجح وتوصل لهدفك. طب ازاي انجح واوصل لهدفي وقوتي في ايه؟ قوتك في الحاجات اللي هقولها. احنا هنجيب زي بول كده او ترين، حاجة زي صحن، تمام، ونحط جواه، هو ده بقى السكسس فورمولا، كأننا بنعمل خلطة. هنحط اول حاجة الفيث هو ايمانك او بالحاجة اللي انت عايز توصل لها، ايمانك بفكرتك، ايمانك بانك ممكن تنجح في مشروع معين، ايمانك انك تستحق النجاح. لازم يكون عندك ايمان بنفسك وبفكرتك. بدون الايمان بنفسك وبفكرتك انا هقولك اسفة، مش هتقدر توصل، هتبقى فقدت عنصر مهم جدا في الخلطة دي. تاني حاجة عندنا الديزاير، الرغبة، رغبتك في انك عايز توصل. ما تكونش الرغبة دي رغبة عادية انا نفسي انجح، لا، تكون حاجة اسمها burning desire. يعني ايه burning desire؟ يعني حاجة يعني فيها قوة وحرقة كده، انك عايز تنجح وعايز توصل، ومهما وقعت هترجع تقف تاني. البرنينج ديزاير انك كل ما تحاول تبعد تلاقي نفسك بترجع للباشن وللحاجة اللي انت نفسك توصل ليها، مفيش حاجة بتبعدك عنها ابدا. تالت حاجة persistence هنا معناها المثابرة، انك مستمر وعارف ان ده هدفك وده نجاحك وده اللي انت عايز توصل له. عندك جول في حياتك، مين يوقفك هتبعد عنه، مين يحاول يغير تفكيرك ورأيك هتبعد عنه. ليه؟ لان انت عندك مثابرة، عندك حب للحاجة اللي انت بتعملها وعارف انك ان شاء الله هتنجح فيها. فمش ان هو انا النهارده صحيت من النوم حابب حاجه بكره مش هحبها بعده مش هقتنع بيها، لا، لازم تكون عارف ان ايمانك بالحاجه اللي انت مقتنع بيها وبتحبها هو ده اللي هيساعدك انك توصل لهدفك وتنجح فيه. طيب اخر حاجه ان كل ده انا بحطه في بلان يعني خطة. بدون خطة انا لا هيبقى عندي قوة ولا هيبقى عندي ايمان ولا هيبقى عندي مثابرة ولا هيبقى عندي رغبة اني اعمل حاجة.
الخطة هي اللي هتخليك تعرف توصل لهدفك. طيب الخطة دي بتبقى عبارة عن ايه؟ لازم الخطة تبقى محددة قوي. يعني في الشهر الفلاني تجيب ورقة وقلم كده، في الشهر الفلاني انا هعمل كذا، في اليوم الفلاني هعمل كذا، هوصل لكذا، هحقق كذا. يكون عندك خطة ومحكمة جدا بالمواعيد بالتواريخ، زي بالظبط كأنك مدرس وبيكتب اللي هي الخطة بتاعت الدرس، فاهمني، بمواعيدها، هتبتدي امتى وتخلص امتى، وده هيساعدك انك توصل لهدفك.